السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. ان شاء الله النهارده هعمل معاكم عجينة السمبوسة نفسها في البيت، واقول لكم ازاي تطلع معاكم طرية طرية طرية. ومن نص كيلو بس هنعمل كمية كبيرة جدا هتشوفوها معايا في الفيديو. تابعوا معايا الفيديو ان شاء الله هتستفادوا جدا. تابعوا بس الاخر اهم حاجة وركزوا في الخطوات، هيطلع معاكم طرية جدا. وعلى فكرة احنا بنوفر كده فيها جدا 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 جدا. صح يا يويو؟ قبل ما نبدأ الفيديو بقى حطوا لايك واشتركوا في القناة لو انتوا لسه مش اشتركتوش، ويلا بينا نبدأ نشوف هنعمل ايه. شايفين بقى ما شاء الله، شايفين طرية ازاي وشايفين مطلعة كمية قد ايه منها. شايفين برضو طرية خالص في ايدي ازاي، بصوا ورقيقة كده. شايفين بكرمشها في ايدي مش بتتكسر ولا اي حاجة. انا طلعت كل الكمية ديت من نص كيلو دي بس. شايفين السمبوسة؟ وعلى فكرة يعني هي دي كده قصيرة، وعملت منها سمبوسة جميلة، وفي منها عملته طويل. طلعت برضو سمبوسة كبيرة شوية. شايفين الكمية دي كلها طلعت من نص كيلو. عندنا بقى المكونات: نص كيلو دقيق بالكوباية اللي هي العادية بتاعت الشاي العادية، أو بالكوباية المعيارية يعني 3 كوبايات دقيق أو 3 ونص، تمام. عليها ملح، تمام. بس كده. وعندنا بقى 3 معالق زيت، ممكن نخليهم 4 عادي. وعندنا كوباية مية للعجن، احنا هناخد كوباية وربع. ممكن النص كيلو ده ياخد اكتر من كده وممكن ياخد اقل من كده، فانت معاكي كده كده كوبايه ثابته. فانت ممكن بقى تزودي معلقتين، تنقصي معلقتين براحتك. انا هنا حطيت شويه الميه على المكونات ديت. مرضتش احطهم طبعا كلهم غير لما اشوف العجين بتاعي هيحتاج ميه ولا لا. بحط الكف الاول كده. طبعا ما عندكيش عجينه على ايدك عادي، هي سهله خالص، حتى في العجين ما خدتش وقت، يعني هي ما بتاخدش وقت خالص في التحضير وكده. بحطها بقى تتعجن كويس كده. طبعا هي بتبقى عجينة ماسكة نفسها شوية، وفي نفس الوقت بتبقى هي لينة، مش بتبقى ان هي يابسة قوي ولا حاجة، تمام. بس انت برضو اعجنيها كويس، اخدميها كده في العجن علشان تكون معاكي عرق حلو يعني. اوريكم دلوقتي بقى قوام العجينة بتبقى عاملة ازاي. هي خلاص بقى كده يعتبر خلاص خلصت. هقفل بقى اشيل العجان ده. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ ماسكة نفسها كده ولينة، بس مش لينة جامد، لا هي حلوة يعني. شايفين اهو. هجيب بقى انا مش هسيبها تخمر على طول، انا هكورها واسيبها تخمر وهي متكورة، تمام. النص كيلو ده عمل لي 8 كور. انا عملت منه 8 كور يعتبر متساويين يعني. هكورهم بقى. عاوزه اقول لكم هنا في ما كنت بوريكم الشفشة من شوية كده، هو هنا خد كوباية مية ومعلقتين مية، يعني ما خدش اكتر من كده، مش كوباية وربع كاملة ولا حاجة. بكور بقى كده العجين بتاعي وبحط تحته شوية دقيق. بحاول احط اللي هما متساويين اللي قد بعض جنب بعض، بحيث ان انا لما اجي ابططهم وافردهم يعني احط حجمه قد بعضه مع بعضه، تمام. لان احنا بنسوي كذا طبقة مع بعض، يعني بتحط 4 مع بعض مثلا. احط عليهم بقى كيس كده، وطبعا في رشة دقيق الاول قبل الكيس. واسيبهم بقى يرتاحوا براحتهم شوية كده، نص ساعة مثلا، تمام. هنا بقى بكون اللي هي المادة الدهنية او الطبقة اللي انا هدهنها ما بين الطبقات. هحط زيت، بجيب نص كوباية زيت، عليها معلقتين دقيق، تمام. واقلبهم كويس مع بعض واركنهم على جنب. عندي هنا بقى كمان نص كوباية نشا، وهسيبها برضو على جنب. انا كده بجهز بس حاجتي على ما العجين يخمر. شايفين ارتفع ازاي؟ على فكرة احنا بنحطش خميرة عشان تبقوا عارفين، هي مع نفسها كده ارتاحت مع نفسها، انا ما حطيتش اي مادة رافعة، لا خميرة ولا بيكنج باودر ولا اي حاجة، هو دقيق وملح ومية ومعلقتين زيت بس. شوف عشان هي مرتاحة، لما جيت افردها ما شاء الله اتفردت معايا بسهولة. انت ممكن تفرديها بالحجم ده بس وتركنيها على جنب وتعملي كل الطبقات نفس الحجم. ممكن تفرديها خالص زي ما انا بعمل كده، وده احسن على فكرة. يعني انت لما تفرديها خالص هيبقى احسن. انا هعمل بقى 4 طبقات باربع طبقات، يعني هعمل 4 من اللي قدامكم دي، تمام. كل واحدة هعملها هرش تحتها شوية دقيق كده واركنها على جنب لحد ما اخلص ال4 اللي انا بقول لكم عليهم. شايفين عشان العجينة مرتاحة اهي، لما اجي افردها بتتفرد معايا بسهولة خالص. طبعا انت ممكن تعمليها بايدك، بس ممكن تعمليها بالمردانة او النشابة اللي انا بستخدمها ديت. المهم ان انت وانت بتعمليها تحاولي ان هي كلها تكون سمك واحد، ما تكونش مثلا حتة تخينة وحتة رفيعة او سمكها رفيع او كده، تمام. كنت بجيب النشابة التانية دي تستخدمها، بس لقيت ان التانية دي اسهل في الفرد. شايفين بكبرها خالص ازاي؟ ولسه هنكبرها تاني غير كده يعني ان شاء الله.
هبطط كمان التالتة اهي وهفردها كده. طبعا لازم تاخدي بالك من موضوع الدقيق يبقى موجود قدامك جنبك على طول، وتحطي كل ما تحسي ان العجينة هتلزق منك او هتمسك منك في الرخامة تحطي شوية دقيق تحتها علشان تساعد عليكي الفرد وكده يعني. دي كده التالتة اهي. هجيب بقى الرابعة دي بقى يا جماعة هنسيبها بقى مكانها على الرخامة كده، وهنحط بقى عليها اللي هي الطبقة بتاعة الزيت. زي ما قلت لك انت ممكن على فكرة انت ممكن تستخدمي المكنة بتاعة العجين اللي هي بتاعة العيش، ممكن تستخدميها وتعملي الكور تبقى قد بعضها، او اللي هو العيش يبقى قد بعضه، وبعد كده تحطهم طبقات فوق بعض، وبعد كده تبقي تفرديها بطريقتك بقى وبراحتك، الحاجة اللي تريحك اعمليها. تمام. دي كده اخر واحدة انا عملتها الرابعة اهي. هجيب بقى الزيت بالدقيق دول، وهفرد زيت كده على كل اللي قدامي ديت. تمام. الزيت يا جماعة والنشا بيساعدوا ان احنا نعرف نفكهم من بعض، والنشا بالذات بقى بيخلي السمبوسة بتاعتك مقرمشة كده وجميلة. انا حطيت زيت وحطيت كمان نشا. هبدأ بقى احط كمان الطبقة التانية اهي، واحط برضو عليها برضو نفس الحاجات، ارش زيت كده وامسح بالزيت، وبعد كده ارش نشا. شايفين؟ طبعا المصفى هتسهل عليكي ان انت ترشي النشا كويس. هجيب بقى كمان الطبقة التانية اهي. طبعا وانت رايحة تحطيها حاولي تنفضيها كويس من الدقيق اللي كان تحتها. شايفين؟ بحط كمان دي الطبقة اللي هي اللي قبل الأخيرة، احط برضو زيت ودقيق ونشا. تمام. هنحط بقى الطبقة الأخيرة، مش هندهنها أي حاجة من فوق بقى، هنسيبها زي ما هي كده، رشة دقيق بسيطة بس عشان تساعد عليا ان انا افرد كويس. هفرد بقى افرد كده، وكل شوية هقلبها. تمام. عشان الطبقة اللي تحت بتبقى يعني مظلومة في الفرد. شايفين؟ نسيت اقول لكم على معلومة، وانتي بتفردي بقى يا حلوة خلي الفرد بتاعك مستطيل. تمام. للتسوية بقى جبت صاج الفرن بتاعي، انت ممكن تجيبي صينية عادي عندك، ورحت مولعة البوتاجاز من فوق على درجة حرارة وسط. تمام. بس قبل ما احط عليها السمبوسة اللي قدامكم دي او العجينة ديت، رحت مهدية النار خالص. اوكي. انت ممكن تستخدمي صينية عادية اللي هي الصينية المستطيلة بتاعت الكيكة والحاجات ديت، ممكن تستخدمي صينية مدورة، المهم ان انت اعملي زي ما انا عاملة كده، حطي الصينية مقلوبة فوق عين البوتاجاز. انا مشغلة العينين ومهديهم خالص. طبعا انا حاطة كده دلوقتي السمبوسة قدامي اهي، العجينة بتاعت السمبوسة. اما بحس ان هي استوت كده من ناحية، شايفين هي كده استوت، طالما بتسيب كده معايا وخدت لون السوا الحلو، بقوم جاية شايلاها على طول. جايبة صينية عندي بقى، وحاطة عليها السمبوسة اللي أنا لسه مطلعاها او عجينة السمبوسة ديت، واروح مغطياها بقماشة. هنا بحاول ان انا اسلكها من الجوانب اهي. شايفين؟ خدوا بالكم ان النار هادية علشان ما تروحش ملسوعة منك. بروح قلبها الناحية التانية كده، واقعد اقلب من الناحية دي للناحية دي لحد ما يسووا من بعض وكلهم يستووا، بس ما تنشفيهاش جامد، يعني دوبك بس تسيب كده زي ما انتوا شايفين كده، بروح شايلاها. طبعا اللي قدامكم ده النشا، مش دقيق ولا حاجة، النشا ده اللي هيخليها مقرمشة خالص دلوقتي. شايفين ما شاء الله؟ عاوزة اقول لكم بجد احنا طلعنا كمية جميلة جدا محترمة قوي قوي يعني. من نص كيلو دقيق، نص كيلو دقيق ده يا جماعة ب10 جنيه. طبعا وانت بتستخدمي دي استخدمي دقيق حلو، انا مستخدمه الاهرامات، حلو الاهرامات ده حلو في المعجنات وكده. دول الاربع طبقات التانيين اللي انا كنت صورتهم بقى معاكم، هم برضو انا هسويهم بقى معاكم، بحطهم كده برضو على نفس الصينيه اهوت. اول ما تحس ان هي استوت كده وسابت من الناحيه دي، تروح شايلاها وقلبه العجينه بتاعتك. شايفين ما شاء الله يعني طريه ازاي، وفي نفس الوقت شايفين برضو شفافه ازاي، يعني مش تخينه، فاهميني؟ مش سميكه. بفضل برضو متابعاها كده. طبعا هي بتاخدش وقت، يعني هي الحبة اللي على البوتاجاز دول ما خدوش مثلا 5 دقايق في التسوية. على فكرة فعلا هي موفرة جدا يا جماعة، يعني جربوها بجد، انتوا هتنبسطوا جامد. شايفين ما شاء الله؟ طبعا بغطي برضو بقماش علشان تفضل طرية معايا وما تنشفش. انا كده كنت خلصت، هبدأ بقى اجيب الطبقات اللي هي الصغننة احطهم مع بعض، والطبقات الكبيرة احطهم مع بعض علشان اعرف اقصهم كويس، ويطلعوا كلهم نفس المقاس وكده يعني. بحط بقى الطبقات اللي انا قلت لكم عليها فوق بعضها.
هجيب بقى سكينة. طبعا بقى عندك مسطرة استخدمي مسطرة عادي، انا ما استخدمتش مسطرة، انا بالنظر كده بقص الاطراف، بحاول اخلي الشكل بتاع السمبوسة بتاعي او الطبقات بتاعتي مستطيل. تمام زي ما انتم شايفين كده. هستخدم بقى صوابع في ان انا اقسم 4 صوابع واقطع، 4 صوابع واقطع، 4 صوابع واقطع. اللي قدامكم ديت انا كنت بمسح، حسيت ان السمبوسه بتطلع بخار كده، فروحت بمسح الرخام علشان ميبقاش فيه ميه بخار او كده. شايفين انا بعمل دلوقتي 4 صوابع وهقص. ممكن انت بدل ما كل شويه تعملي 4 صوابع، انت ممكن تشيلي الطبقه الاولانيه وتقصي عليها، يعني تفضلي تاخديها كانها هي دي بقى المقاس بتاعك، زي ما انا بعمل كده. بجد يا جماعة فعلا موفرة جدا يا جماعة. شايفين وطريقة خالص ازاي، دول بس طلعوا لي من اول 3 طبقات. هوريكم بقى دلوقتي الطبقات الباقية هتطلع لي شايفين طريقة ازاي؟ شوفوا بعمل كده السمبوسة اهي، ما شاء الله. شوفوا بقى الطبقات الباقية هقول لكم برضو هعملها ازاي دلوقتي. شايفين طريقة خالص ازاي وشفافة، يعني اهم حاجة شفافة دي، ان هي معناها ان هي مش سميكة، فاهميني؟ بالنسبة بقى للحاجات اللي انا عمالة اقصها دي، انا مش هرميها على فكرة. دي انا ممكن ان انا اعمل احمصها، احطها تاني على نفس الصينيه واحمصها واسيبها العيال ياكلوها عادي. وممكن بقى احمصها بقى مثلا في الاير فراير او في الفرن، واعمل منها مثلا ام علي، او ممكن احطها للعيال في لبن. يعني ما تفكروش ان احنا هنرمي حاجه ولا حاجه. شايفين الكميه دي كلها طالعه من، بس يا جماعه، من 10 جنيه والله. متخيلين السمبوسه دي كلها طالعه من 10 جنيه؟ نص كيلو دقيق يا جماعه، نص كيلو والله طلع لي كل الكميه دي، ما شاء الله. جربوها والله هتعجبكم جدا. هقول لكم بقى ازاي بلف السمبوسه دلوقتي. لو وصلت لحد هنا في الفيديو صلوا على النبي يا جماعه وحطوا لايك. بصوا بقى، انت هتجيبي طبقه السمبوسه اللي انت عاملاها دي كده، وتروحي لفاها كده كانها مثلث، وبعد كده تقلبيه تاني على ايدك تاني، هيطلع لك زي القرطاس كده. المكان ده احنا بنحشي فيه. وتروحي قافله على نفس الطرف كده، شايفين كله متساوي، كأن انت بتعملي مثلث متساوي الاضلاع. شايفين؟ سهله خالص على فكره، هي سهله خالص، هي بس البدايه نفسها هي اللي لازم تركزي فيها. شايفين ما شاء الله، بكرمشها في ايدي بترجع لي تاني، ما شاء الله. شايفين ما شاء الله بجد، عظمة يا جماعة، عظمة. جربوها والله هتعجبكم جدا، نص كيلو هيشخلعكم. بصوا، هقول لكم برضو دلوقتي ازاي هنلفها وايه الحشو اللي عندي. خدوا بالكم من خطوة ان انتوا لازم تفضلوا مغطيينها علشان ما تنشفش منكم يا حلوين. بصوا بقى يا جماعة، الحشو عندي انا هحشي النهاردة بجبنة موتزاريلا على شيدر، ميكس جبن يعني. وكان عندي في الفريزر عصاج فراخ، انا كنت عاملاه ايام ما كنت بعمل طاجن المكرونة من كام يوم كده. كنت حاطاه في الفريزر عادي، انا بحط الحاجات متعصجة عادي في الفريزر. دلوقتي انت ممكن تحشي بجبن بس، ممكن تحشي بجبنة وخضار، مثلا فلفل وزيتون وحوارات دي. ممكن تحشي بأي حاجة انت بتحبيها. انا بعمل بقى اللي عيالي بيحبوه، لان العيال ما بيحبوش الخضار. مثلا لو حطيت لهم فلفل وزيتون وكلام من ده هيشيلوه من الاكل. يعني مثلا بعمل لهم بيتزا بيشيلوه. جبت بقى عندي معلقة دقيق وعليها شوية مية، ده عشان نلزق بيها السمبوسة. شايفين انا بعمل قرطاس اهو، واروح حاطه فيه معلقة سمبوسة كده. شايفين؟ والفها كده كأنها مثلث متساوي الأضلاع. شايفين؟ شايفين برضو سهلة خالص اهي. على فكرة يا جماعة، اللي ما بيعرفش يعمل السمبوسة او ما بيعرفش يلفها، هي بتيجي مع كتر العمايل. يعني اعمليها مرة واتنين وتلاتة، مع كتر الممارسة هتلاقي نفسك بقيتي أستاذة فيها، في لفها يعني. زيها زي المحشي، ما كناش بنعرف نلفه الأول، دلوقتي بقينا أساتذة فيه يعني عادي. أنا عملت كل الكمية اهو، وكمان حطيت في الفريزر، حطيت حبة كده يعني في الفريزر. ودول السمبوسة اللي أنا كنت لفتها، على حسب بقى الحشو المكفى عندي يعني. التسوية بقى يا جماعة، احنا ممكن نسوي في زيت على النار، وممكن نسوي في الاير فراير، وممكن نسوي في فرن البوتاجاز. انا هسوي معاكم النهارده في طاسه على البوتاجاز. بتحطي طبعا زيت يكون غزير، علشان ما تشربش منك زيت كتير. غطيها بالزيت وانتي بتسويها، علشان ما تشربش منك زيت كتير. شايفين؟ طبعا هي بتاخدش وقت، وانتي بتكوني مهديه النار، ما تسيبيش النار عاليه، عشان لو سبتيها عاليه هتتحرق منك بسرعه ومش هتستوي. هدي النار، هي بتاخدش اصلا وقت حتى وانتي مهديه النار. شايفين بقى يا جماعه الفقاقيع اللي بتطلع في السمبوسه دي؟ الفقاقيع دي بسبب النشا، النشا بيخلي السمبوسه مقرمشه من بره ومن جوه جميله. بجد هتعجبكم جدا. شايفين؟ بالنسبه للتسويه في فرن البوتاجاز، انت بترشيها زيت وبتحطيها في الفرن تحت الشوايه،
وبرده بتكوني مولعة من تحت، مش بتاخد برده وقت كتير ولا حاجة، بس الطاسة أسرع حاجة. يعني هي الطاسة دي أنا جربت كل الطرق، هي الطاسة أسرع طريقة. هي بس الفكرة كلها في إن في ناس مش بتحب الحاجة بيبقى فيها زيت كتير، فأنت عشان السمبوسة بتاعتك ما تشربش زيت كتير غرقيها في الزيت وأنت بتسويها. شايفين انا حطيت دول كده، هحطهم في الفريزر، بحطهم في اطباق عادي، لو عندك اطباق فل حط في فل، انا ما كانش عندي فحطيت في الستانلس عادي واغطيه بستريتش راب. انا كنت عملت شويه في الاير فراير وشويه في الطاسه. شايفين؟ ده كان الفيديو بتاعي معاكم النهارده يا جماعه، يا رب ان شاء الله تكونوا استفدتوا، جربوها يا جماعه والله تعجبكم جدا. كل سنه وانتم طيبين جميعا يا رب. استنوني في وصفات تانية كتير، وباي باي.